السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. طالع بيقول اصل احنا رتبنا كويس. بتقولي مين الكلام ده؟ هل اي حد عاقل في الشارع يصدق الكلام ده؟ انت كل حاجه عندك مفيش حاجه ترتبت لاي حاجه. انت ولا سفرك اترتب ولا تاشيرتك اترتبت ولا قوتك النهارده انك تجيب للراجل ده. بص النهارده لك النهارده في المغرب اي حد عايز المدرب فوق السن جابه. خلي بالك هم مخلصين دورياتهم، عندك دوري مستمر. بس هو يا كابتن هاني رايح وقايل انا هاخد ميداليه. يعني مرتب من هنا رايح وهاخد ميداليه من 3 سنين وهو بيتولى المسؤوليه، سنتين ونص تقريبا. والمدرب عايزه يعمله له. احنا عندنا كل حاجه فيها تضارب ومصالح. فالنهارده ما تطلعش تقول لي ان انت مرتب عشان خاطر النهارده تطلع قبل النهائي. لا، صدفه بحته. نجاح مدرب، نجاح لعيبه، وده مش عيب انك تربي الكلام ده كله. يا راجل انت النهارده اول ما ميكالي صعد الدور قبل النهائي، اول كوره راحت طالعه للاعلام ميكالي يمسك مكان حسام حسن مع تحفظي للالقاب. في حد يعمل؟ احنا ليه ما بنحترمش المدرب بتاعنا المصري؟ فهو ده يعني احيانا زي ما بقول لك يعني ماتش بيبقى ليه ظروف. الماتش عامة هو يعني ما كناش نحب ان احنا طبعا انت ليفل متساوي، بغض النظر طبعا هم عندهم يعني الزياده بقى كانت موجوده في اشرف حكيمي. لا خلينا برضو بص يا كابتن فاروق، برضو حتى اللاعبين اللي عندهم اللي تحت السن كويسين طبعا، مختلفين عننا كلهم. بس انت لعبتهم يا دكتور وكنت انت اتغلبت فعل فاعل، كلهم محترفين. هل الوقت من افريقيا للبطوله هم فرقوا في الفرق الكبير ده بالنسبه للاعبين الاساسيين؟ طبعا بيفرقوا طبعا. ما فرق في ايه؟ بيلعبوا في دوريات اوروبيه منتظمه. كل معروف، كل الماتشات دي بياخد الاستشفاء بتاعه صح، وبياخد الغذاء بتاعه مظبوط، وانتهت في وقت معين قبل الاولمبياد بكتير. لكن انت كنت بتلعب ماتشات لحد انت بتحمل كده مسابقه بطوله الدوري فشل المنتخب في تحقيق ميداليه وعدم انتظام المسابقه؟ ليها دور طبعا. ليها دور طبعا ليها دور. ليها دور. يعني انا عايز اسالك، هو في دوري كان بيتكلم في كده؟ هو في دوري لحد دلوقتي مستمر في اي حته في العالم؟ احنا الدوريات التركي ابتدى، قطر ابتدى، بنبتدي الموضوع واضح لكل الناس طبعا. التشكيل اللي ممكن يدير الاتحاد المصري لكرة القدم بعد ما انتهت مدته، كابتن هاني. بعيدا خلينا نتكلم بعيدا عن الاسماء. ما هو المطلوب للكره المصريه في المرحله اللي جايه؟ اتفضل. احنا عندنا مشاكل كتيره جدا جدا مرينا بيها، وللاسف بنشوف بعض الدول الشقيقه زي المغرب عاملين شغل عالمي الحقيقه. صحيح. فخلينا نتكلم بس بروفيشنال في الموضوع. لازم يتحدد خطوط عريضه. ما هو الاستراتيجي بتاعت الكره المصريه؟ عايزين ايه خلال ال10 سنين اللي جايه؟ ماشي. من خلال العناوين اللي بتطرح بيتقدم بعض الاسماء. انا من وجهه نظر لازم على الاقل يكون 70 30 او 80 20. 80 20 بمعنى 80% ناس جديده، اسماء شباب مثقف عنده فيجن، عنده رؤيه، عنده بيشن، عنده رغبه وعنده انه يصلح من الكره المصريه من خلال بروجكت يتقدم. فلازم ده يتحط قدام الناس على الترابيزه، ايا كان مين المسؤول اللي هيحدد. هو انا اللي اعرفه ان الجمعيه العموميه هي اللي بتحدد. انا بتكلم بكلام غلط. المسؤول اللي يحدد الاول. يعني نجيب المسؤول اللي يستوعب الكلام ده. انا جبت المسؤولين عارف. لا انا بتكلم هو المشكله اللي عندنا عندنا جمعيه عموميه. صحيح. وعندنا مشاكل كتيره جدا، لكن انا بتكلم الطريق ان احنا نوصل له. كابتن هاني شرح لنا الطريق. طب الاسماء، ما هو الاسماء برضو مهمه جوه الطريق. الكلام اللي قاله هاني انا متفق معاه جدا، لان انا كان ليا تجربه في الفتره الاخيره في اسبانيا، وانت جبت مدير فني للمنتخب اسبانيا. منتخب اسبانيا. وقلت ليه باحترام جدا. انا مش هروح بعيد في اوروبا. انا هروح في افريقيا، في المغرب. فوزي لكع. هل هو كان لعيب كوره؟ لا. فاللي هيجي احنا مش شرط يكون عندنا يكون لعيب كوره. في جزء اداره، كان وزير الخزانه، وزير الماليه. في جزء اداره، في جزء اولاد صغيرين بروميسنج عندهم علم، في جزء خبرات. يعني الموضوع ما يبقاش مجموعه جمعيه عموميه بيختاروا مجموعه معينه، فلان وفلان 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 وهم اللي يديروا الكره المصريه. لا، لازم يبقى في الزام في الجزئيه دي. الاسامي، في اسامي كتير. يعني انا من وجهه نظري في مهندس هاني ابو ريده جدير وراجل على المستوى العالمي يقدر يدير.
بس المجموعه بتبقى متحدده من قبل الدوله اللي هتدير معاه عشان تنجحه. ايوه في زي سيستم المغرب. المغرب بتدعم الاتحاد هناك بشكل كبير اللي هي الجامعه مهندس المغربيه. محمود طاهر شخصيه متزنه وشخصيه كبيره وشخصيه محترمه وليه تجارب قبل كده مع النادي الاهلي ونجح فيها باقتدار. في عمرو الجنايني ده كرؤساء. رايكم بقى واحنا مع بعض كده في اداء المنتخب الاولمبي اللي كان موجود في اولمبياد باريس، وكلنا كنا بنتمنى قبل الاولمبياد ان منتخب المصري الاولمبي يوصل يلعب على ميداليه، وده حصل. ولكن كلنا زعلنا شويه من مباراه المغرب والخساره الكبيره. ولكن انا حتى قلت الكلام ده من بعد الاولمبياد وخلال الفتره اللي فاتت ان المنتخب الاولمبي اتظلم، ما خدش الامكانيات اللي هي تنجحه. وانا بقول ان اتعمل ده انجاز كبير جدا، وان ميكالي مدرب كبير جدا ولازم نحافظ عليه. فعايز اعرف رايكم سريعا كده كل واحد في جمله عن المنتخب الاولمبي. ابراهيم صلاح. انا واحد من الناس يا كابتن فخور بالمنتخب الاولمبي بصراحه، ما عدا الماتش الاخير النتيجه بس. يعني لا قدر الله كنا خسرنا 2-1 2-0 كان كل الناس استقبلت منتخب مصر الاولمبي، كان كل الناس اتكلمت عليه كويس. انا شايف المنتخب الاولمبي من اول ماتش لاخر ماتش بصراحه عمل اللي عليهم. لعبوا 6 ماتشات يا كابتن كريم في 15 يوم، في ماتشين 120 دقيقه مع فرق جامده جدا. فانا شايف المنتخب ادى اللي عليه، عمل كل ما تحمله من كلمه من باور وطاقه. انا بحس ان النتيجه في الاخر دي يا كابتن كريم عشان قلم نفوق ونشوف بقى ايه المشاكل. يعني هو هي بس كويس جدا لولا بس النتيجه 6 في الاخر كنا احنا خسرنا 2 ايوه 2-1 2-0 بس انت عارف ده درس الناس كلها يا عمرو عشان نشوف ايه اللي بيحصل. بس احنا وصلنا ماتش المغرب مش قادرين مهلكين جدا، احنا حلواني وفي الاول وفي الاخر خدنا رابع اولمبياد يا كابتن، ما حصلتش يعني. كريم احنا في مصر بنفرح بالماتش وبالاثنين وبالبطوله بالمناسبه، يعني بنفرح بماتش وباثنين وببطوله. لكن انت بعد البطوله في حاجه مفيش تخطيط، انت بتفرح بالماتش وبالماتش الثاني وبالبطوله. لكن انت بعد البطوله هل انت النهارده المغرب انت عارف احنا كل المشاكل دي ليه يا جعفر؟ ايه عارف ليه كل المشاكل دي والمنتخب الاولمبي مش عارف ياخد يا كابتن؟ لا عشان ما عندكش بطوله منظمه. الناس بتحط خطه ل10 سنين مش لسيزون، المغرب لماتش. النهارده المغرب ثالث كاس رابع عالم وثالث اولمبياد، ثالث اولمبياد. منتخب الشباب من احسن منتخبات الشباب على في تطور كبير. فالنهارده المغرب ده تخطيط يا جماعه، ده تخطيط. الثلاثه اللي فوق السن مين يا كابتن بقى؟ اشرف حكيمي سفيان لعيب في اسيا، منير حمداوي حارس مرمى الوحيد. النهارده اسبانيا طبعا اسبانيا مخطط ازاي؟ اسبانيا بيخطط ازاي؟ بطل اوروبا وبطل الاولمبياد، منتخب شباب من احسن منتخبات العالم. مش جايب اللعيبه كمان اللي في سنها. ده كله يا جماعه مش وليد لحظه، ده كله خطط وناس ماشيه عليها 7-8 سنين بيفكروا في حاجه زي كده اللي هم ياخدوا البطولات في 2024. رايك ايه في ميكالي؟ بالنسبه لفريق كره القدم اللي اعتقد انه فريق ادى واجبه، اذا استثنينا بعض الشيء ما حصل في مباراه المغرب. نعم. لانه كان ضعيف فعلا في مباراه المغرب. المغرب احتل المرتبة الثالثة. نعم. فاز على أمريكا 4-0 وفاز المغرب على مصر 6-0. وكرة القدم العراقية ليست أحسن من كرة القدم الأمريكية، أخذ الذهب بالنساء في الدورة. نعم. وليس أحسن من كرة القدم المغربية، رغم أن الفريق إعداده بسيط جدا. بعض اللاعبين التحقوا بعد انتهاء الدوري بيوم يومين. نعم. المباريات التجريبية قليلة. أعتقد هذا ينطبق 100% على مستوى الكرة العراقية، نتائج الفريق في الدورة الأولمبية. طيب كابتن فيصل، مو عندنا أيضا تجارب كابتن فيصل، عندنا أيضا تجارب أخرى، تجربة المغرب بالأولمبياد كلها أغلبها لاعبين محترفين. نعم كابتن معاذ حبيبي، أنا معاك بهذا الجانب، لكن احنا خلينا نكون واقعيين. الواقع اللي نريد نتكلم به، اللاعبين المغاربة وين يلعبون؟ ويلعبون أمام أنظار المدربين. احنا غير نكون واقعيين. يعني يا ساني أريد لي أشوف لي مثلا يعني لاعب أساسي في أحد الأندية حتى أقدر أقول يعني هذا اللاعب مميز. إذا أقول هذا اللاعب مميز يعني كيف يكون استبعاده في هذا الظرف؟ يعني هاي الفرق المتقدمة يعني وأكثر لاعبيها يعني يلعبون في الأندية في أوروبا، يلعبون في أفريقيا، يلعبون في أمريكا. يعني ذول لاعبين جاهزين، ما يحتاج يعني مثلا المدرب يجي يعلم هذا اللاعب. احنا الآن لحد الآن ما عندنا استقرار.